بعد تجارب كتير قوي يعني وصلت لتجربة مرضية إلى حد كبير في حفظ الخيار، فحبيت أشاركها معاكم. ده كان خيار أنا كنت جايباه من يوم 9 أبريل من الشهر ده، وابتديت إن أنا أحطه في علبة محكمة وأحط مناديل تحت خالص، مناديل طبعا ناشفة تحت خالص، وبعدين أرص الخيار بس مش على بعضه زي ما أنا رصاه كده، وبعدين برضو ايه، صف تاني مناديل وصف تاني خيار وصف تاني مناديل. بس كده، ده كان شكله يوم بعد 4 ايام. بعد 4 ايام كنت حابه ان انا اشوف المناديل، فلقيتها ان هي منديه خالص، وخصوصا كمان الرق اللي هو كان تحت خالص، اللي هو كان ما بين العلبه واول صف من الخيار. فحبيت طبعا ان انا ايه ابتدي ان انا اغيره واشوف طبعا الخيار هيقعد قد ايه. بس شوفوا بعد 4 ايام الخيار كان كانه جديد، كانه جاي حالا يعني، ولا دبلان ولا في اي حاجه خالص. وده شكل المناديل زي ما قلت لكم بعد 4 ايام من ما انا جبته وسبته خالص محكم الغلق ومقفول، وباخد منه واسحب منه عادي خالص. غيرت المناديل وحطيت المناديل نفس الفكرة تحت، وبعدين ابتدي ارص. ده يوم تاني، ده يوم كان يوم 21 ابريل. ده يوم 21 بقى، انا مفتحتش على الخيار خالص طبعا، كنت بس بستخدم افتح واستخدم وافتح واستخدم. ده كان اخر خيارتين فيه، حبيت برضه ان انا اوريهولكم. بصوا يعني هو نفس الفكرة حلوة قوي، بس كان في حتة ابتدت تدبل خفيف، يعني انا بوريكم حتى الخيارة من تحت ابتدت تدبل من ناحية الحتة اللي انا ماسكة فيها، ابتدت تدبل. ليه؟ غالبا لان انا ما غيرتش خالص المناديل في ما بين يوم 13 لحد يوم 21. فالافضل تقريبا يعني الافضل ان احنا نغير كل 4 ايام 5 ايام كده، نغير المناديل او نبص عليه نشوف محتاج او مش محتاج. بس حبيت اوريكم طبعا يعني من يوم 9 ابريل لحد يوم 21 ابريل ان يكون الفترة دي كلها الخيار يعني الى حد ما شكله حلو قوي وكبير يعني وجديد، كأنه جاي وما تبلش ولا باظ ولا عمل اللي هو الطبقة اللي هي بتبقى يعني في طبقة كده بتبقى سايحة كده عليه، ما عملهاش. بس اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.